بكم غالياتي في فيديو جديد في وصفه جديده. اليوم حبيت نشارك معكم كيكه بحبه بيض بالكراميل. كما راكم تشوفوا العشاق الكراميل راح تعجبكم بزاف هذه الكيكه. كيكه مشربه بالكراميل من اروع ما يكون. شوف البنات راح تعجبكم بزاف خاصه العشاق الكراميل. نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه. تابعوا الفيديو للاخير باش كم ان شاء الله تنجحوا في الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. اول شيء البنات نبداو به نجيبوا البنات عندي هنايا يا اما تجيبوا نص كاس سكر ولا تجيبوا هذا الكاس الصغير. هذا البنات تاع لا مضارد، اذا ديما انا نستحفظ بهم لانه نحتاجهم في وصفات لانه الكيل تاعهم صغير. اذا نحطوا له هنايا السكر تاعنا في كاسرونه. نحطوا على السكر تاعنا البنات قيس مغرف اكل ماء بهذا الشكل، ونروح ندير الكاسرونه تاعي على النار. نبقى نخلط في السكر تاعي حتى يتكرمل ونتحصلوا على كراميل. خلوه البنات برك يبدا يذوب ومن بعد نبداو نخلطوا فيه. نجيبوا البنات المول الاسطوري تاعنا ونجيبوا هذيك الكراميل بعد ما تكون ذابت. اذا راح نفرغوها لهنايا في المول تاعنا بهذا الشكل. نحاولوا لهنا نمشوا هذيك الكراميل تاعنا كامل. نطلعوها شويه في الجوانب بهذا الشكل كما راكم تشوفوا البنات، ونخلوها جانبا حتى تبرد. برك هنايا حاولوا تمشوها شويه البنات في الجوانب. ونخلو البلاط تاعنا جانبا. اذا راهي سخونه فيها واحده اخرى البنات نجيبو حبه تاع بنان. اذا راح نقطعها شرائح بهذا الشكل. نجيب البلاط تاعي ونبدا نحط في الشرائح تاع البنان بهذه الطريقه. اذا نديروا في حسابنا باللي باش كل قطعه بعد ما نقطعوا الكيكه تاعنا كل قطعه يكونوا فيها حبات القطع تاع البنان. بالكم البنات اذا الكراميل راهي سخونه، ولا تقعدوا البنات تخلوها حتى تبرد مليح وتحطوا البنان تاعكم هكذا باش ما تنحرقوش. الشكل البنات هكذا خلوا مسافه البنات ديروهم على شكل خطوط بهذا الشكل 3 خلوا بيناتهم مسافه هكذا باش كي نقطعوا الكيكه تاعنا يخرجوا لي كامل القطع فيهم الموز بشكل متساوي. جهه واحده اخرى نحضروا العجينه مع بعض. عندي لهنايا كما راكم تشوفوا البنات حبه بيض. الكاس هذاك اللي عبرنا البنات به الكراميل، سكر تاع الكراميل عمروه سكر ولا حطوا البنات كاس تاع 220 مليلتر عبروه ديروا النص تاعو سكر. هنا البنات كراميل هذيك العلبه صغيره هذيك اللي فيها 50 غرام. اذا نوع كراميل وتقدروا البنات تنقصوا السكر ديروا حساب الكراميل. انا لهنا البنات راني حطيت نص العلبه برك، نص العلبه هذه تاع 50 غرام. نخلطوا السكر تاعنا والفلو حتى يذوب لنا السكر مع البيض. بعد ما نخلطوا البنات المكونات تاعنا مليح نجيبوا لهنا البنات بنفس الكاس اللي عبرنا به السكر. اذا نكملوا به ولا حطوا نص كاس تاع 220 مليلتر عبروا بالنص كاس. اذا المهم البنات تجيبوا لهنا زبده تكون ولا مارغرين تكون ذايبه وبارده، ولا البنات تقدروا تعوضوها عادي بالزيت. ثاني الزيت راح تجيكم من اروع ما يكون. خلطوا المكونات تاعنا بهذا الشكل. لازم البنات تكون الزبده اذا استعملتوا زبده ما استعملتوش الزيت. خلوها تبرد مليح. نص الكاس نعبروا الحليب اللي هو كاس صغير حليب ولا نص كاس حليب. نضيفوا في الفرينه. بالنسبه للفرينه البنت راح نعبرها لكم بالمغرفه لانه كاين متتبعات طلبوا مني انه نعبر لكم الفرينه بالمغرفه. اذا نحطوا المغرفه الاولى كما راكم تشوفوا راهي معمره مليح. الثانيه
والثالثة ونشوفوا. ونبقاو نزيدو في الفرينه كما راكم تشوفوا. راني نعبر لكم البنات بالمغرفه باش تعرفوا شحال حطيت. نساوش هنايا الخميره البنات نحطوا نص الباكي تاع 10 غرام، يعني راح نحطوا البنات 5 غرام خميره بهذا الشكل. وهنا الفرينه راهي كافيه، مانيش راح نزيد، لانه شوفوا القوام البنات لازم يجيكم كما راكم تشوفوا قوام يكون ثقيل تقريبا كما المسكوتشو. انا راح نزيد مغرفه برك، مغرفه تكون معمره. برك لهنا البنات تخلطوا الفرينه تاعكم مليح. هنا البنات نضيفوا مغرفه خل باش تجينا الكيكه تاعنا خفيفه. اذا هذا راح تبدل لكم بزاف هذه المغرفه تاع الخل، كانه محسن في كل انواع المخبوزات والكيكات. شوفوا البنات معايا القوام. نجيبوا لهنا البنات شوفوا الكراميل تاعنا راهي نشفت، شوفوا اذا راح تتجمد. اذا نجيبوا لهنا العجينه تاعنا ورايحين نفرغوها بهذا الشكل بشكل متساوي. نحاولوا نصبوا العجينه تاعنا مليح، ندخلوها الفرن نكونوا سخناه مسبقا على اقصى درجه، ندخلوها على 180 درجه. بعد ما طيب الكيكه تاعنا راح نشوفوا التزيين مع بعض. طيب البنات الكيكه تاعنا حمروها من فوق، هنا راني نحيت منها قطع البنات كما تعرفوا الاولاد ما يصبروش، اذا تجي من اروع ما يكون. شوفوا البنات اذا كي تقلبوها وتقدموها، لانه القطع تاع البنان هذوك يجونا من تحت، كي تقلبوا الكيكه تاعكم راح نجيكم من فوق كما راكم تشوفوا من اروع ما يكون. بنه لا تقاوم خاصه لعشاق الكراميل. اتمنى حبيباتي تجربوها، خاصه انها اقتصاديه وبحبه بيض فقط. اتمنى حبيباتي تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات حبيباتي. برك بالنسبه للبنات لمده الطهي خلوها البنات تطيب نص ساعه، راح تديكم نص ساعه على نار هاديه على درجه حراره 180 درجه البنات. اتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. نختموا الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني غاليتي في فيديو جديد. سلام.